السلام عليكم. عاملين ايه؟ انا النهارده عايز اتكلم عن مشاكل نادي الزمالك. انا كواحد زملكاوي كنت بتكلم عن الاسماعيلي وعن اللي بيحصل معاه، وعن ان ده ما ينفعش، وان يا جماعه الاسماعيلي في حاله صعبه جدا. وفي كمان في كومنتات انا اتفاجئت ان في كومنت عندي في تيك توك لقيت حد بيقول لي ده الاحسن ان هو النادي يهبط فعلا عشان خاطر يعرف يصلح نفسه. انا زعلت انا زعلت بس للاسف ومنطقيا هو صح. لو نادي عايز فعلا يظبط نفسه هو لازم يهبط عشان خاطر يبدأ، عارف اللي هو ايه، يعيد ترتيب الأوراق. آه انا بصراحة الموضوع ده انا مأخره بقالي فترة، لاني قلت يا رب يا رب الإدارة تعرف تظبط الموضوع، موضوع الأرض، موضوع القيد، وموضوع مشاكل اللعيبة. آه مش عارف موضوع ال 15000 ده بجد ولا لأ، بس الموضوع يحزن بجد. أنا زعلان جدا جدا على النادي بتاعي، زعلان جدا على الحالة اللي وصل لها. يا جماعة سواء الأهلي، سواء كنا كسبنا الأهلي برضو كان برضو كل ده هيتكنس تحت النيل السجادة، وبرضو لأ، برضو المشاكل بتظهر بشكل أكبر. ف... فأنا لميت كده بعض المشاكل والحاجة، وهنا مسجلها عشان خاطر نتكلم شوية. طيب تعال نبدأ الأول بالمشاكل الإدارية والمالية. طيب أول حاجة، أنا لما عملت بحث عن الموضوع ده اكتشفت إن مش بس مستحقات اللعيبة متأخرة، لأ ده كمان الموظفين العاملين في النادي متأخرة. وشفت امبارح خبر، يا رب يا رب ما يكونش صح، في ايه الكرة الطايرة مش هيسافر، مش عارف يلعب دوري أبطال أفريقيا بسبب الفلوس. يا نهار اسود، يا نهار اسود، دي مصيبة، دي مصيبة. وطبعا القيد، موضوع القيد اللي كل شويه بيتقفل ده، والناس بتعتبره عادي. يعني انا بشوف القيد ده يعني يحزن، لان احنا مش عارفين نشتري لعيبه، احنا بنضطر ان احنا نجيبهم مع كده، يا اما نطلع من ناشئين واحنا ما عندناش ناشئين. والموضوع بيعدي بالترخيص كده، لا فاهم، ماشي الدنيا، ماشي لك الدنيا مع الاتحاد المصري، لكن ده ما ينفعش، مش هيفضل كده كتير يا جماعه، عيب قوي، عيب والله. انا زعلان على حال فرقتي. واهو ابسط حاجه زي ما كنت بقول، التجديد اللعيبه. هو زيزو مش ازاي، زيزو مشي ازاي؟ فاكرين زيزو مشي ازاي؟ امام عاشور اللي طلع قال ان هو كان عايز يرجع الزمالك، كان عايز يرجع الزمالك، بس هم قالوا له احنا مش معانا نرجعك. انا عشان كده مش زعلان من امام بالعكس، انا امام بحترمه جدا. الراجل فعلا، انا الاول كنت في موضوع الاهلي ده الاول لما حصل، انت ليه عملت كده ومش عارف ايه وبتاع، بس بعد كده لما طلع واتكلم مع شوبير، لا انا بصراحه عذرت الراجل. انا شكرا يا امام ان انت وضحت الموضوع ده، حقيقي او مش حقيقي ما اعرفش، بس انا شكرا ليك يا معلم ان انت وضحت الموضوع ده. انت في الاهلي انا بحترمك وعايزك تلعب كويس. ليه؟ لان انت احترمتنا، انا احترمت جدا الموقف ده منه. ازمه الارض، ازمه الارض. آه انا اقسم بالله مش فاهم موضوع الارض ده بدا ازاي. الارض اتسحبت وحاليا بيقولوا ان في ضغط على الاداره بسبب الموضوع ده، وطبعا علينا احنا كجمهور في النقطه دي. طب انتوا حاولوا تحلوا المشاكل مع الدولة المصرية في الموضوع ده، انها هتتحل ازاي؟ يعني فهمونا، انا ازاي مش فاهم الكلام ده حصل فجأة كله ضرب. هو الإدارة دي يعني مش فاهم. انا لو واحد، انا واحد اهو مش ما عنديش علم بأي تدريبي او اي حاجة، بس انا فاهم على الاقل ازاي يعني الف ب مثلا اداره جدوى او دراسه جدوى، واشوف الدنيا ماشيه ازاي وكده، الموضوع بسيط. تعالوا بقى على والله انا مسجل حاجات كتيره عندنا مشاكل فنية ورياضية ومشاكل قانونية وتحكيم. التحكيم انا مش هتكلم فيه، التحكيم انا مش هتكلم فيه يا جدعان، التحكيم عيب قوي. طبعا عندنا موضوع نزاعات ومشاكل مع اتحاد الكورة، عشان عارف مش عارف عقوبات، مش عارف على ماتش ايه يا جماعة يا جماعة والله عيب قوي، عيب قوي يا جماعة. والفرقة بقى، الفرقة بقى، انا مش هتكلم عن عدم استقرار الجهاز الفني اللي هو كل شويه لا ده يمشي ده يجي، ده يمشي ده يجي، ده يمشي ده يجي. واللعيبه قررت، والله احترمتهم لما عملوا كده، لو ده صح انا احترمتكم، ان هم يا جماعه احنا يعني هنعمل كده زي رابطه، احنا كده كلعيبه، وان احنا معتصمين او مش عارف عاملين اضراب، ولا مش عارف كان حاجه كده عاملينها اضراب. اقسم بالله احترمتكم، اقسم بالله احترمتكم، لان اللعيبه، بص هما بياخدوا ارقام، بس هما ما بياخدوش الارقام دي، يعني هما ما بياخدوش الارقام دي. اللعيبه بتضطر تستلف من بعض. يا جماعه الموضوع عيب قوي، عيب قوي، عيب قوي، وفي مشاكل داخليه اصلا جوه النادي وانقسام
جوه مجلس الاداره، وحاجات صعبه، حاجات صعبه والله. انا بزعل والله على حال النادي بتاعي. انا مش عارف الموضوع ده هيتحل ازاي. انا مش فاهم، كل واحد عايز يخش النادي عشان خاطر السبوبه بتاعته. انا ليا مصلحه، ليا فلوس عايز اعملها يعني. والله حاجه تحزن على حال النادي. انا فعلا زعلان على حال النادي. وختاما، ختاما يا جماعه، الزمالك نادي كبير 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 وتاريخه عظيم جدا، لكن هو محتاج سيوله قويه، ومحتاج مجلس اداره قوي يعرف ازاي يحاول يرجع النادي لمكانه قويه بين الكبار. فايه رايكم يا جماعه؟ ايه اكتر مشكله شايفينها هي السبب الرئيسي في اللي بيحصل في الزمالك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.